الجنازة ديال الأم ديال الأخت هدى. شنو نقول لكم من هذا المنبر هذا، كنتمنى لك يعني التعازي الحارة ديالنا، والله يبدل المحبة صبر، والله يجعل قبرها روض من رياض الجنة. ولكن الشيء اللي خلق الجدل، واش لبنى مشات عزات، واش لبنى ما مشاتش عزات. لبنى حطت واحد التعزية في واحد الفيديو، واللي دارت فيه موسيقى حزينة وكذا، وكتبكي، واش داك الشيء انت مع ام ضد؟ كذلك غادي نناقشوا وفاء مدريد اللي كانت خلات واحد البوست فيه تعزيه الهدى. الشيء اللي قامت بالبارطاج ديالو لبنى شانيل، الشيء اللي خلى بزاف الناس عاوتاني ينتقدوا هنا، علاش ديري البارطاج، ما خصكش ديري البارطاج، هذيك كانت تعاير، هذيك كانت تسب، هذيك كانت كذا. وهذا الشيء هذا خلق واحد الضجه كبيره، ودار اثاره الجدل كبيره بين قنوات، بين اصحاب قنوات، بين متابعين. انا غنناقش معكم هذه الامور هذه، ونحاولوا ان شاء الله نوصلوا لواحد النتيجه. السلام عليكم اخواني اخواتي، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، كنبغيكم كاملين بدون استثناء، واحد بواحد، وحده بوحده، وبالاسامي ديالكم، وبلا ما نطول عليكم في المقدمه كالعاده. غادي ندوز مباشره معكم للموضوع. الله يرحم الام ديال الاخت هدى توفات، الله يرحمها ويرحم جميع الاموات ديال المسلمين كيف ما بغا يكونوا، الله يرحمهم جميعا. هنا المشكل فين وقع؟ ان لبنينو ما حطاتش بوست عليها. قالت لهم هي ماشي في اليوتيوب باش نحط على بوست ولا كذا، هي ماشي في اليوتيوب، هي ماشي في اليوتيوب، ولكن كتجي دير معك شي حوايج ديال اليوتيوب، وكتصور معك شي حوايج ديال اليوتيوب. هذه مساله مفروغ منها. بالنسبه انك تمشي تعزيها ولا هذا، فهذا امر واجب. راه ممكن كتخرجي مع السي محمد بكريشه، تمشي للمرجان، تمشي لكارفور، كتقداي كذا كذا. فهاد المساله هذه، فما يمكنش ان الانسان يدوز على مرور الكرام. فانا السيده صديقه ديالي، شوف هذا هو الواقع، وهذا هو الانتقاد اللي كنقول دابا. انا صديقه ديالي نوضح، نصور فيديو، انا غادي نتقدى السكر، انا غادي نعاونهم في الدجاج، انا غادي نعاونهم في الصفوف مثلا. هذاك الشيء كامل، الكسكسو، الصفوف، الحلوى، داك الشيء اللي كيكون في الكنازه، غادي نعاونوا في ديك الامور. وما نبينش ما نبينش دار كاع، ولكن نبين انني قمت بواحد العمل. كيف ما هي كدير معايا شحال من مره، كتبين ان شرات ليا، شرينا هذه مجموعين، وهي ما كتبانش. وبعض المرات كانت رغم عنها كتبان في بعض اللقطات، وما كتمسح ديك اللقطات، وهانيه ماشي مشكل. وانما راه فعلا باش انا نجي نحط موسيقى ودايره في العنوان تعزيه، راه ماشي نقولوا فيديو ماشي تعزيه، ولكن في العنوان فيه تعزيه، وحنا عارفين ان العناوين مثيره للجدل باش ان الناس يدخلوا عندي يتفرجوا فيا. اذا درت شي عنوان فيه بحال هكذا، فانا خدمه كنقول للناس اجيو تشوفوا، راه كاين شي حاجه الكنازه، شي حاجه تشوفوها، شي حاجه مهمه. ملي كيدخل ما كيلقى والو، كيلقى موسيقى حزينه، انت جالسه كتبكي. انا كيف ما تنقول، بزاف الناس يمكن لاحظوا هذه الامور، كنرجح الكفه ديال انك فعلا السيده ماده الام ديالها، انت حسيتي بالنقص، ان ما كرهتيش عائلتك يكونوا حداك، ما كرهتيش تشوفي عائلتك، ولكن الظروف شاءت هذا الشيء هذا. ما يمكنش حنا نغيروا الظروف، الامور اللي بغات هذا الشيء هذا، داركم ما بغاش يبانوا فهم من حقهم، وحنا ما كتنمروش عليك، ولا بحال دوك الناس، باش ما يجيش حيت انت خرجتي كتقولي الناس كتنمروا عليا وشيطه على حبابي. لا، ما قالوش هاد الناس المتابعين اللي ما كيبغيك، ما قالك حتى شي كلمه اللي كتجرح، ولا اللي تخسر الخاطر، ولا كتنمروا عليك بها. بالعكس، باغيين هما يشوفوا العائله ديالك معاك، ما يبانوش كاع، غير سيري انت تخبي، شوفيهم في واحد البلاصه مخبيه، كوني معاهم، كوني فرحانه، حتى هما فرحان لك في هذا الامر هذا. ما طلبوش منك شي امر اللي هو اعجازي، ولكن باش انك ما تمشيش عند ديك السيده وتعزيها، فهذا امر ما غيعجبش شحال من واحد، ما غيعجبوش. نكونوا حقانيين، لا القنوات اللي مع ولا اللي ضد. راه الحاجه اللي خلات القنوات انها تطيح الدل على راسها، وانها تسمع شي كلام ديال بعدوا مني، ولا ما سوقكمش فيا، ما تفرجوش فيا، ما تدخلوش ليا في اموري، كذا كذا كذا، فهو ان المتابع ولا او صاحب القناه ما دارش يعزل راسو. باش انا نكون مدافع وغندافع عليك، نكون مدافع وندافع عليك، فما كيعنيش انني غندخل جميع الامور، وغنقول غير داكشي اللي كتعطيني انت، ما كتخلصينيش. اقل حاجه الناس ديال البارطاج وكذا، الناس ما كتستافدش المنتدى. وحنا شوف، انا على نفسي ما باغيش المنتدى، انما الانسان يعني اللي غيدافع عليك بهذا الشيء هذا وبهذه الشراسه، وظالمه او مظلومه، وتكوني غالطه كاع، وتوقع شي حاجه اللي ما كتعجبش المتابع، ويجي يقول لك لا صاحب القناه، لا داكشي زوين درتيه، لا داكشي مزيان، فهو هنا كيضرب في القناه ديالو، كيضرب في مصداقيه. وحنا شفنا القنوات كيفاش طاحت، لانه قنوات كضرب في المصداقيه ديالها. واش المتابع ذكي ومطور تيقول لك لا ديك الحاجه ما عجبتنيش، واش خص يكون، شنو خص يكون، وتجي انت تبقى تقول لي لا لبنى على صواب، لبنى داك الشيء صحيح درتو، لا ما تقول حتى شي كلمه في هادشي هذا، فهادشي راه ما غيمكنش.
فهادشي هذا راه ما غيمكنش. واش كنضحكوا على راسنا؟ هنا ما كيبقاش الانتقاد، هنا راه كتولي العبوديه في اي مساله كيف ما كانت. انا ندافع عليك، نتعاطف معك، انا تنقولها ندافع عليك ونتعاطف معك حتى الاخر، ولكن باش العبوديه لا. داكشي اللي كيف ما قلت، داكشي اللي بغيت انا يبان، وداكشي اللي بغيت انا نوصل لكم هو اللي غيوصل لكم، وانتم ما سوقكمش. وما يمكنش. حنا شفنا كلشي، شفنا بيت النعاس، شفنا بوكريشه، شفنا شي كلام ما عرفتش كي داير، شفنا الدلع والغنج والزوم على المؤخره كيدير بوكريشه المره الاخرى، وحنا هادشي ما بغيناش. شفنا بزاف ديال الامور. بيت النعاس كنشوفوا شنو الحاجه زعما اللي بقات خاصه ديال ان الانسان ما يشوفهاش ولا ما غيتكلمش فيها كصاحب قناه او كمتابع. لا، نحترموا، ما يكونش داك الغرور. راه فنانين عالميين، فنانين دوليين كيتكلموا فيهم الناس، كيبينوا فيديوهات ديالهم كذا كذا، وكيتواضعوا، تيقولوا فعلا كاين الحق. فعلا نقول كاين الحق. سمحوا لي متابع ديالي، سمحوا لي صاحب القنوات، نتوما معايا وديما معايا وكتدافعوا عليا. هذه المساله قمت بالغلط ديالها ودرت هذه المساله خايبه، فسمحوا لي. ماشي ديما انا نتجاحد معاهم ونخليهم ضحكه للقنوات الاخرين. لا ما سوقكمش، ما تدخلوش فيا، نوريكم اللي بغيت، ندير انا اللي بغيت. وكيفاش؟ كيفاش؟ حنا كنشوفوا كلشي. اش غتورينا داكشي اللي بغيتي؟ حنا كنشوفوا كلشي من الاسره المغربيه كامله، كنشوفوا داكشي كامل اللي بغيناه كنشوفوه. شنو الحاجه زعما اللي جديده؟ فكان بالامكان انك تخرجي تلقى شويه القران، تغبري واحد 3 ايام عادي تضامنا مع الصديقه ديالك، تمشي تصوري انك تساعدتي معاه، تعاونتي معاه في الجنازه وكذا وكذا، وداكشي امر مفروغ منه. في الوقت اللي لاحظت ان التوقيت باش شرا سي محمد بوكيش الموتور، في ذاك التوقيت وقيله فاش كانت الجنازه، وسي محمد بوكيش راه مسكين كان تيبكي. شي بوكريشه مسكين كان تيبكي، هو شاري الموتور ولا كفوك الموتور وجايبيه، فهو كان تيبكي. على الاقل يقول لك طلعي فوق الموتور نمشيو للكنيزه، الموتور يخفف المسافات، نمشيو نعزيو وكذا. وديك السيده مسكينه خيرها سابق علينا وعليك انت وعلى بنتي وعلى كذا وعلى بزاف الامور، يلا نمشيو عندها. ولكن سي محمد بوكريشه قالت لنا كان تيبكي، وفعلا لاحظت انا البكا ديالو ملي كان مشى يشري الموتور. لاحظت البكا ديالو، راه كان تيبكي هو وخوه يوسف، كانوا تيبكيو وهما كيشريو الموتور. وملي كانوا جايين بالموتور الدار فرحانين، لا ما فرحانيش، راه كانوا واخا هكذا كانوا تيبكيو على الجنازه، ماشي على الموتور، تيبكيو على الجنازه وداك الشيء اللي وقع. فشي امور اخواني اخواتي عادي نناقشوها. فما يجيش شي واحد يقول لك لا وانت ما كتبغيش لبنان، انت لا لا، هذا الواقع. اذا بغيتوا العبوديه فقولوا لاصحاب القنوات مارسوا العبوديه معنا، مارسوا العبوديه معنا باش نبغيوكم ونتفرجوا فيكم وكذا. وهذا الشيء اللي ما بقاش، لانه بزاف ديال الناس عاقوا فاقوا، كاين اللي مشى بحالته، المشاهده طايحه، بزاف ديال الامور تبدلات. علاش؟ لانه هاد الناس اللي عندهم قنوات صغار وكيتكلموا عليك هما اللي كيدفعوا لك مصداقيه كبيره، هما اللي تيخليو القناه ديالك تزيد تبان وتزيد تقترح. اما بدونهم ما كتبقاش القناه، واخا دير اللي درتي، ما عاد درتي الشوا، دير شي شوهه، دير شي حاجه كبيره، شي اثاره الجدل، الفيديو يضرب لك نهار يومين 3 ايام صافي سالات القضيه. ولكن ما حد القنوات كتكلموا عليك الا هو الفيديوهات ديالك طالعه، القناه ديالك طالعه. وهذا الشيء اللي كنشوفه هنا. لاحظت واحد الحاجه، ان لبنى شانيل هزت واحد القناه ديال وفاء شانيل، ديال وفاء مدريد، حطاتها عندها فيها تعزيه كذا وكتبرر. لا تا لبنى شانيل غتحتاجي تبري، لا درت فيها غير القران، لا درت فيها غير هذه، لا لقيت واحد السيده دارت واحد الحاجه مزيانه في التعزيه وكذا فانا درتها. حنا نقدروا نختلفوا في ملف ولا هذا، ولكن في ملف اخر نكونوا مجموعين. علاش حنا نبقاو حاقدين؟ الا مول القناه ما كيبغي الحبس لحد، ما كيبغي المشاكل لحد، وتيقلب على اثاره الجدل، وكيبغي دوك القنوات يجبدوه ويدير معاهم المشكل وما كيدير معاهم والو، وتجيو نتوما اصحاب القنوات لا دعي فلانه، لا صيفط فلانه للحبس، صيفط فلانه للحبس. امتى كان هادشي هذا؟ حنا عمرنا كنا كندعيو للحبس شي واحد. حنا بالعكس كنا ضد ان الناس القنوات اللي كتدعي الحبس للبنى وعندها بنت زنوبه صغيره وكذا وكذا، حنا كنا ضد هاد الامور هذه. اذا فلا داعي للعبوديه. الانسان كتنتقد لبنى دافع عليها، ماشي خلي الناس اللي كتضرب فيها، انت كتدافع عليها دافع عليها. ولكن بنت واحد الحاجه اللي ماشي هي هذيك، والحاجه اللي كدير الضحك للمتابع كيولي يضحك عليك انت كصاحب القناه اللي تكلمتي فيها، فما نعرفش انا راسي الضحك. الا انت كصاحب قناه كتستافد وكتصور الفلوس الصحيحه على هذا الفيديو هذا، كتبغي دير اثاره الجدل بهذا الفيديو هذا، ولكن انا باش نخرج ندرب على واحد الحاجه اللي عارفك انا في قرات نفسك انت باغي دير بها اثاره الجدل، فهذا من العيب. ولا خرجتي تكلمتي، لا ما تكلمش، لا ما تقولش هادشي، لا خصو يقول هادشي هذا. شوف، غلطات درت صحيح، درت صحيح. حنا كنتعاطفوا معاك وحنا معاكم، بغيو لك الخير وما يظلمك حد ما حتى حاجه، وكنتعاطفوا معاك. ولكن ما تخليش المصداقيه ديالنا تطيح في تمشي في هباء المنثور، تمشي في مهب الريح كيف ما تنقولوا. لا،
وكتكون شي حوايج اللي هما تافهين خصنا نتكلموا فيهم. لا ما تكلمش، الا تكلمتي فراه انت من المغضوب عليهم. واش هذه ديمقراطيه؟ واش هذا دفاع؟ هذه كتولي عبوديه. اذا الانسان اللي بغى يدافع فيك كيعرف يدافع، الانسان اللي بغى ينتقد فهذا هو الانتقاد. اما الانسان اللي قبلتي على راسك تكون حوايج اخرين فشغلك هذاك. انا كنخاطب جميع القنوات، يعني لا البروفيسور محسن، لا لبنى شانيل، ولا صفاء تي في ماروك، يعني صفاء تي في، يعني هاد الناس كاملين نعرفهم كيبغيو يمارسوا الانتقاد، ولكن ما نحطش راسي في شي مواقف. الحاجه اللي حق راه حق. تخرج لبنى تقول فلان حق، كلامه حق، كلامه حقاني، فلانه كلامه حقانيه. ولكن باش نقول انا هو صافي ويمشي وكذا وهذا فعلا صافي، حيت ما عندكم ما ديروا بهم، استغنوا عنهم. ولكن غيجي واحد الوقيته تعرفوا الدور ديالهم، ودور كبير، ودور كبير جدا. حنا ما ضربنا فيكم، ما سبينا، بالعكس شحال سنين وحنا كناضلوا معكم كندافعوا عليكم، ولكن ما الفائده؟ ما بغيناش ربح مادي، ما بغيناش حاجه ماديه، يعني واخا الناس كتقلب على الماديات ماشي مشكل، ولكن الانسان كيحس براسو عنده كرامه وكيدافع عليك. الا قال شي حاجه في حقك وانت غلط تقول له انت حق غلط، سمح لي، نعطيه قيمه فقط، نعطي قيمه للمتابع وصاحب القناه. اما باش نجي نبقى نقول لا وكذا وكذا فهذا تخربيق، لانه القنوات بداو تيعيقوا، بداو تيفيقوا، فبزاف ديال الامور، بزاف ديال المفاجات جايه في الطريق بلا ما نقول لكم، بلا ما كاين لا تحريض لا شوف هذا الشيء غادي يجي لراسو وانتم غتاكدوا من الكلام ديالي. فبركه من الاستحمار ديال الناس، بركه من بوكيش يدير اللي بغا، وحنا عارفين داكشي كيديروا غير تمثيل، عارفين داكشي غير تمثيل، ويجي يستحمرنا حنا. لا صار المتابع تبدل، الوقت تبدلات، اليوتيوب تبدل، بركه من هذا الاستحمار هذا. لا اجي نديرو كاميرا خفيه، لا اجي نغوت عليا، اجي نغوت عليك، اجي نشريو موطور، اجي ندير جرده في الدار، صافي الناس عاقش. الا كان شي موضوعيه وشي حاجه اللي مهمه فمرحبا، الا كان غير مثل هاد العبات هذا فما كاينلاش. نكونوا واقعيين، نكونوا واقعيين وما نخلقوش جدل. السيده بغا اللي بغا يعزيها راه باين، واللي ما بغاش يعزيها راه باين، وهي راه كتشوف وكتحكم وكتعقل. غير الانسان الا كان حمق. المهم اخواني اخواتي، كنتمنى ان الميساج ديالي يكون واضح، والميساج ديالي يكون باين. فعلا حنا ما نبغيوش جنازه ولا جنازه بموسيقى حزينه وكذا. الا عندي انا شي هم نطلق عليه موسيقى نبكي عليه، الا عندي انا شي حاجه مشكله نطلق، ولكن باش ندير في عنوان تعزيه وندخل شي في شي فهذا امر غير مقبول. ولا داعي للفتنه بين القنوات. هادشي اللي كنتمنى، انه ما تكونش فتنه بين القنوات. الناس اللي دافعوا عليك ماذا وكذا مره دافعوا عليكم، في الاخر يطيحوا في شي حوايج اللي هما محظورين، نطيح لهم المصداقيه ديالهم ونخليهم يضحكوا فيهم ويشمتوا فيهم القنوات كيف ما كتقول دوله شحيبر. فهذا امر خايب. كان بامكاننا حنا نضربوا ونسبوا وداك الشيء زوين، ونعرفوا كيناقشوا ونكبروا القنوات ديالنا بحال ولاد شحيبر. ولكن حنا لا، كنشوفوا الحق فين كاين، ولكن الانسان اللي كنتابع الحق فما تردوش حمق اخواني اخواتي. المهم حتى لهنا يكون سالا الفيديو ديالنا. كان معكم خوكم امين. كنتمنى منكم اللايكات، الدعم ديالكم، البارطاج على بعض النطاق، باش هذه القناه هذه كيف ما قلنا غنخصوها بزاف ديال الامور اللي هي تكون قاصحه. فدعموا لنا القناه. حتى لهنا يكون سالا الفيديو ديالنا. كان معكم خوكم امين. للحديث بقيه. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام الله عليكم.